زمن المضارع البسيط. أول ما الواحد بيسمع كلمة بسيط دي بيفتكر إن الموضوع سهل وخلاص، صح؟ بس الحقيقة إن ورا البساطة دي في كام تفصيلة صغيرة كده بتلخبط ناس كتير جدا. في الشرح ده مهمتنا إننا نفك شفرة اللغز ده مع بعض مرة واحدة وللأبد. أهو ده بقى السؤال اللي بيحير الكل. يعني إزاي نقول أنا أعمل تبقى I work عادي، لكن لما نقول هو يعمل تبقى he works. والأغرب كمان إن الأس دي اللي لسه حاطينها بتختفي فجأة لما نيجي نسأل ونقول does he work؟ راحت فين الأس دي؟ هو ده بالظبط اللغز اللي بيخلي الزمن ده مش بسيط قوي زي ما اسمه بيقول. خلاص يبقى هي دي مهمتنا النهاردة. هنمسك اللغز ده ونفصصه حتة حتة، خطوة بخطوة، عشان في الآخر يبقى بسيط ومفهوم بجد. مستعدين؟ يلا بينا. طيب، عشان نسيطر على أي زمن في الإنجليزي مش بس المضارع البسيط، الموضوع كله محتاج 3 مفاتيح. الأول التكوين، يعني بنبني الجملة إزاي. التاني الاستخدام، يعني بنستعمله إمتى وفين بالظبط. والتالت السؤال والنفي، إزاي بنحول الجملة لسؤال أو ننفيها. اعتبروا دول خريطة الكنز بتاعتنا اللي هتحل اللغز. يلا نبدأ بأول مفتاح معانا، وهو الأساس كله، مفتاح التكوين. يعني إزاي بنركب الجملة صح من البداية، وصدقوني الموضوع أسهل بكتير مما أي حد ممكن يتخيل. بصوا، الحكاية كلها في التقسيمة دي. لو بنتكلم عن I, you, we, they، الفعل بينزل زي ما هو في المصدر بتاعه من غير أي زيادات، بسيط خالص. إنما بقى مع التلاتة دول he, she, it، هنا بس بنعمل تغيير صغير قوي. بنحط حرف S في آخر الفعل، يعني play تبقى plays، وeat تبقى eats. شفتوا بسيطة إزاي؟ يعني من الآخر كده القاعدة دي نقدر نسميها قاعدة الهي والشي والإت. لو الجملة فيها أي واحد من التلاتة دول لازم نلزق الأس في الفعل. دي أهم حاجة نطلع بيها من المفتاح الأول. تمام قوي، كده عرفنا إزاي نركب الجملة صح. بس السؤال اللي بعده على طول هو، طيب بنستخدم التركيبة دي إمتى؟ إيه المواقف اللي بنحتاج فيها الزمن ده؟ يلا بينا نفتح المفتاح التاني ونشوف. بشكل أساسي ليه 3 استخدامات رئيسية. أول حاجة الروتين والعادات، يعني أي حاجة بنعملها كل يوم كل أسبوع بشكل متكرر. تاني حاجة الحقائق العامة، ودي الحاجات اللي مفيش عليها اختلاف، زي لما نقول الشمس بتطلع من الشرق، دي حقيقة علمية. تالت حاجة ودي مهمة قوي وناس كتير بتنساها، المواعيد والجداول الثابتة، زي ميعاد القطر، ميعاد الطيارة، ميعاد برنامجك، كل ده مضارع بسيط. طيب، عشان ما ننساش ال3 استخدامات دول، في جملة سحرية كده بتجمعهم كلهم في مكان واحد. بصوا على الجملة دي: روتيني اليومي هو مشاهدة برنامج حقائق مذهلة في ميعاده الثابت. عبقرية صح؟ فيها الروتين وفيها الحقائق وفيها المواعيد الثابتة. لو الجملة دي فضلت في دماغنا عمرنا ما هننسى الاستخدامات دي أبداً. ودلوقتي وصلنا لآخر مفتاح، والمفتاح ده هو اللي هيحللنا أكبر لغز في الموضوع كله. إيه هو سر اختفاء حرف الأس في السؤال والنفي؟ الحكاية كلها طلع ليها بطل واحد بس هو السبب. بالظبط كده. جهزوا نفسكم عشان تقابلوا شخصية ممكن تكون غريبة شوية، بس هي حل اللغز كله: الفعل البلطجي. طيب مين هو الفعل البلطجي ده؟ هو الفعل المساعد do أو does. الفكرة كلها إنه لما بيقرر يدخل الجملة سواء عشان ينفيها أو يعملها سؤال، بيفرض سيطرته تماماً. بيعمل إيه بقى؟ بيروح للفعل الأصلي بتاع الجملة وياخد منه أي إضافات، وأهمهم طبعاً حرف الأس. كأنه بيقول له هات الأس دي وارجع لأصلك زي ما كنت. بيسرقها منه ويرجعه فاضي. والصورة دي بتوضح الموضوع بشكل عملي جداً. القاعدة بسيطة: عايز تعمل سؤال أو نفي في المضارع البسيط، لازم تستدعي البلطجي اللي هو do أو does عشان يساعدك. تعالوا نشوف إزاي البلطجي ده بيشتغل. في الجملة العادية بنقول he plays football. الفعل plays مع الأس بتاعته عادي، لكن أول ما نقرر ننفي بيظهر البطل بتاعنا: he does not play football. شايفين إيه اللي حصل؟ does دخلت وخدت الأس لنفسها ورجعت الفعل الأصلي play من غير أي حاجة. ونفس الكلام بالظبط في السؤال: does he play football؟ does جت في الأول وسرقت الإس برضو. هو ده كل الموضوع. حلو جدا كده، خلاص اللغز اتحل. ال3 مفاتيح معانا والموضوع بقى واضح. يلا بينا نعمل ملخص سريع في دقيقة واحدة عشان نثبت المعلومات دي في دماغنا. المفتاح الأول التكوين. افتكروا قاعدة الهي والشي والإت، دول بس اللي بياخدوا أس مع الفعل، الباقي كله زي ما هو. المفتاح التاني الاستخدام. نفتكر الجملة السحرية: روتين، حقائق، ومواعيد ثابتة.
هم دول ال3 حالات الأساسية. والمفتاح الثالث والأخير السؤال والنفي. هنا بنسيب المهمة كلها على الفعل البلطجي do أو does، هو اللي بيدخل يسرق الأس ويرجع الفعل لأصله. ودلوقتي بعد ما زمن بسيط زي ده ما بقاش فيه أي ألغاز، ده يخلي الواحد يسأل نفسه سؤال مهم: يا ترى الأزمنة التانية اللي بيخوفونا منها وبيقولوا عليها معقدة، إيه الأسرار اللي ممكن تكون مخبياها؟ يمكن لما نفصصها بنفس الطريقة نلاقيها هي كمان أبسط بكتير مما كنا فاكرين.